أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. شركة بيراميدز تعلن عن وحدات استلام فوري بأسعار زمان، شقق في كومباوند كابيتال سوت لاجونز في العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 2,900,000، هتدفع 10% مقدم والباقي تقسيط على 10 سنين. شركة الأهلي سبور تستهدف تسليم أكتر من 1000 وحدة في مشروعاتها في الساحل الشمالي خلال عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء فندق بيضم 200 غرفة في أمواج الساحل الشمالي. شركة HDP التابعة لبنك الإسكان والتعمير تتعاون مع مجموعة الفنادق العالمية راديسون بلو لإقامة فندق 5 نجوم في مرحلة بلو ستيز داخل مشروعهم ذا آيلاند في منطقة لسان الوزراء في مارينا 5 الساحل الشمالي. إقبال جماهيري كبير على المونوريل بسبب منطقة الفان زون المقامة بمناسبة بطولة كأس العالم في منطقة النهر الأخضر في العاصمة الإدارية. وأخيرا شركة إمكان مصر تتعاون مع مجموعة داكس سكوير لإطلاق وحدات الضيافة في مشروعهم البروج في القاهرة الجديدة عبر منصة داكس ليفينج. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.